ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نكمل بقى قصتنا ونشوف هاجر فكرت تعمل ايه عشان يكون معاها فلوس كتير. يلا نبتدي ونقول بسم الله. كنت في الشغل وقاعدة سرحانة ومتضايقة، وقررت أدخل لأستاذة مروة مديرتي في الشغل وقلت لها: صباح الخير يا أستاذة مروة. صباح النور يا هاجر، كنت لسه هبعتلك. أموريني حضرتك، أنا تحت أمرك. بصراحة يا هاجر شغلك اليومين دول مش عاجبني خالص، وكمان التارجت بتاعك مش مظبوط. أنا عارفة يا أستاذة مروة إن أنا مقصرة في الشغل، بس صدقيني غصب عني. في إيه بس يا هاجر؟ مالك؟ احكيلي. أحكي إيه ولا إيه يا أستاذة؟ أنا خلاص تعبت يا أستاذة مروة، ما بقتش عارفة أعمل إيه ولا أتصرف إزاي. طيب ممكن بس بالراحة كده وتقوليلي كل حاجة؟ جوزي تعبان قوي وما بقاش قادر يتحرك، وكل يوم حالته بتسوء أكتر، وما بقتش ملاحقة على البيت والولاد، ولا هو وأنا لوحدي زي ما حضرتك عارفة، ماليش إخوات ومش عارفة أعمل إيه، وكل الحمل عليا. إيه ده؟ ألف سلامة عليه. طب هو ماله؟ عيان إزاي؟ للأسف اكتشفنا إن هو عنده المرض الوحش، والدنيا بقت صعبة قوي وحالته متأخرة. يا حول الله يا رب، الله يكون في عونك يا حبيبتي. طب وهم فين أهله؟ موجودين، مامته واخواته، بس كل واحد مكفي نفسه وبس، محدش عنده نية إنه يساعد. مفيش، يدوبك بييجوا يشوفوه ويمشوا. بس كده صعب قوي يا هاجر، انت عارفة المرض ده بيحتاج مصاريف قد ايه؟ مش هتقدري على الموضوع ده لوحدك. عارفة، وطبعا أنا خلاص ما بقاش حيلتي أي حاجة، حتى دهبي بعته، والمرتب زي ما حضرتك عارفة مش هيكفي مصاريف بيت وولاد وعلاج. أنا خلاص مش عارفة أعمل إيه. ما تقلقيش يا هاجر، أنا معاكي ومش هسيبك أبدا، وكمان ليا صحاب كتير ومعارف هحكي لهم على الوضع كله، وبإذن الله كل شهر هجمعلك مبلغ كويس عشان يساعدك. وانتي حاولي على قد ما تقدري تزودي بس الشغل شوية حتى وانتي في البيت عشان أقدر أزودلك المرتب. لا يا أستاذة مروة، أنا بس بفضفض مع حضرتك، بس أنا بنت ناس طول عمري والله وعايشة كويس، بس هو الظروف. ما تقوليش كده يا هاجر، أنا عارفاكي كويس ومتأكدة من كده، ووارد كلنا نمر بالظروف دي. ما تقلقيش، أنا معاكي والموضوع ده هيفضل سر بينا. زي ما سمعتم كده، بس استنوا قبل ما تزعلوا على جوزي، عايزة أقول لكم على حاجة. أنا جوزي الحمد لله صحته كويسة جدا جدا وما عندوش أي حاجة، بس هي دي بقى الطريقة اللي هتجيب لي فلوس كتير قوي ومن غير أي تعب ولا مجهود. وفعلا من وقتها وأنا بقيت كل شهر بيدخل لي فلوس كتيرة قوي، 3 أضعاف مرتبي، والدنيا ظبطت معايا خالص. ولقيت أحمد جوزي بيقول لي: ما شاء الله يا هاجر، مرتبك بقاله أكتر من 6 شهور بيزيد جامد قوي. فعلا يا أحمد، الحمد لله. أنا فعلا بتعب جدا، وزي ما انت عارف أنا بخلص الشغل وارجع على البيت على طول، أحضر الغدا وأظبط كل حاجة، وبعد ما انت والولاد تناموا أفضل أشتغل تاني. ده أنا بسهر طول الليل عشان أزود الشغل، وكل ما الشغل بيزيد المرتب بيزيد. فعلا يا هاجر ما شاء الله المرتب بيزيد حلو قوي، بس انتي كده بتتعبي جدا. مش مهم، المهم ان احنا نعيش كويس. اسمع يا احمد، انا عندي فكرة كده وعايزة اخد رأيك فيها. خير يا هاجر؟ بفكر كده ان احنا نشتري شقة هتنفعنا قوي. انت عارف الشقة دي استثمار حلو قوي وفلوسها بتزيد. هي طبعا فكرة حلوة قوي، بس انتي عارفة أسعار الشقق دلوقتي ايه؟ طبعا عارفة،
بس احنا هندفع مقدمة كويسة والباقي اقساط. ازاي بس يا هاجر؟ ما انت عارفة المرتب بتاعي. ما تقلقش، احنا هنصرف من مرتبك وكل احتياجاتنا، ومرتبي انا هدفع منه الاقساط. ايه رأيك؟ بصراحة فكرة حلوة قوي، بس انا خايف ما نقدرش على الاقساط. لا ما تقلقش، انت عارف ان انا مرتبي دلوقتي عالي جدا، وزي ما انت عارف برضو على طول المرتب بيزيد، وانا بقى متأكدة انه هيفضل يزيد كده على طول، والزيادة هتكون احسن كل شهر. ما تقلقش انت بس. وفعلا دفعنا مقدمة للشقة، ودفعنا مقدمة حلوة كمان. ومش بس كده، أنا كنت بشتري دهب كتير جدا، وفضلت على الوضع ده لحد بقى ما حصل اللي عمره ما كان يجي في بالي أبدا. وده لما حصل. ولحد كده خلصت حلقتنا. بس تفتكروا ايه اللي حصل لهاجر خلى كل حياتها تتشقلب كده؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الثالث. استنوني.